فإحنا على مود نشوف نحتاج إنه هذا الضوء يسقط على الأشياء، بعدين ينعكس للعين، العين تحوله للشبكية، الشبكية تحوله للدماغ، الدماغ يفسره على هيئة صورة، هاي الصورة كانت تكون صديقي، أبوي، أمي، الكرسي، الموبايل وإلى آخره، فأنا صديقي من أشوفه بالماضي وليس باللحظة الآنية، أنا ما أعرف شيء اسمه لحظة آنية، الموبايل اللي قدامي هذا أشوفه بالماضي وليس باللحظة الآنية، بس لأنه هو بأجزاء من الثانية أنا ما أحس بيها، لكن من أني أباوع للشمس، هاي الأشعة اللي تسقط على عيني وتسقط على راحة إيدي، هاي الأشعة صار لها 8 دقائق من طلعت من الشمس، ليش؟ لأنه المسافة الشمس الحد آني 150 مليون كيلومتر، سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية، من أقسم من 150 على 300 تطلع عندي 8 دقائق، معناها إنه هاي الشمس أني أشوفها قبل 8 دقائق وليس باللحظة الآنية، فالشمس لو اليوم مثلا هسه حاليا تفلشت، أنا ما راح أشوفها هسه، بعد 8 دقائق يلا أشوفها تفلشت. وكذلك النجوم اللي أنا أشوفها بالسماء بالليل، هاي النجوم أقرب نجم يبعد عن الأرض 4 ملايين سنة ضوئية ونص، فأنا من أشوفه قبل 4 ملايين سنة ونص وليس اللحظة الآنية، اللحظة الآنية ما أدري إيش صار بي، ممكن تفلش، ممكن انتهت حياته، ممكن انتقل لمكان ثاني لمجرة ثانية وإلى آخره، فإحنا محكومين بسرعة الضوء ومحكومين إنه نشوف بسرعة الضوء.